أسعد الله مساءكم جميع الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. طبعا مواضيع عديدة راح نتحدث فيها، لكن أول شيء وصلني فيديو بصراحة مؤلم جدا وصادم. وهذا الفيديو بصراحة يعني صدمني، أنا شخصيا صدمني جدا، انه بالمناطق المحرر يحصل فيها هذا، ومن دكتور صوت وصورة طبعا يعرضها. انا راح اعرض عليكم الصوت وراح ارجع اعيده، اطلع صورته كمان، وراح ننشره كمان مرة تانية في شبكة سوريا مباشر على التليجرام. هو دكتور من الشمال السوري، خلونا نسمع شو بيقول. معالجة جدا للنشر، لازم ينتشر هذا الفيديو التوعية، لأنه اليوم المقاتلين الأجانب اللي بالشمال السوري جايبين معهم مو بس البلا والقتل، جايبين معهم أمراض مثل الإيدز. اليوم عم ينتشر المرض الإيدز بالشمال السوري بطريقة فظيعة. يعني أي حدا بتعرفوه أنتوا عم يطلع على الشمال، أو طلع مثلا كان مخطوف، طلع على الشمال السوري ورجع مثلا حققوا معه أو شي، لازم يعمل فحص دم. والفكرة الأهم، الأدوية والمعدات الطبية من إبر حقن أو إبر تاتو أو شيء، اللي اليوم بيعمل تاتويات أو شيء يبعد عن هالموضوع تماما. ما حدا لا يعمل تاتو ولا يعمل حقن ولا يعمل شيء. يعني انتبهوا، حتى إبر أسنان، يعني العالم كله تنتبه. يعني إذا ما دكتور واثقين فيه 1,000,000%، ما تروحوا لعنده بالفترة الحالية، لحتى العالم تعرف شو عم يصير. وتم تسجيل حالات كتير، وفي هلا عزل صحي، وبدأ من وزارة الصحة بنشر توعية لهالموضوع. لهيك لازم تشاركوا هذا المقطع على كل العالم، خليه اليوم يعني توعى. وكل حدا بتعرفوه عم يطلع على الشمال أو طلع على الشمال ورجع، سواء كان مخطوف أو مسجون أو معتقل، لازم يعمل فحص تحليل دم. رجاء انشروا مقطع الفيديو. طبعا على لسانه هو، وهو اللي بيتكلم بهذا الموضوع، انه الايدز انتشر بشكل كبير في سوريا، خصوصا في الشمال السوري، بسبب المقاتلين الأجانب اللي موجودين. وهذا الشخص دكتور في وزارة الصحة السورية، في وزارة الصحة السورية. والفيديو نشره هو على صفحته الرسمية يعني. اليوم امبارح كان أنا شفت الفيديو، بصراحة انصدمت جدا منه. حاجة رح جدا نعيد. للنشر، لازم ينتشر هذا الفيديو للتوعية، لأنه اليوم المقاتلين الأجانب اللي بالشمال السوري جايبين معهم مو بس البلا والقتل، جايبين معهم أمراض مثل الإيدز. اليوم عم ينتشر المرض الإيدز بالشمال السوري بطريقة فظيعة. يعني أي حدا بتعرفوه أنتوا عم يطلع على الشمال، أو طلع مثلا كان مخطوف، طلع على الشمال السوري ورجع مثلا حققوا معه أو شي، لازم يعمل فحص دم. والفكرة الأهم، الأدوية والمعدات الطبية من إبر حقن أو إبر تاتو أو شيء، اللي اليوم بيعمل تاتويات أو شيء يبعد عن هالموضوع تماما. ما حدا لا يعمل تاتو ولا يعمل حقن ولا يعمل شيء. يعني انتبهوا، حتى إبر أسنان، يعني العالم كله تنتبه. يعني إذا ما دكتور واثقين فيه 1,000,000%، ما تروحوا لعنده بالفترة الحالية، لحتى العالم تعرف شو عم يصير. وتم تسجيل حالات كتير، وفي هلا عزل صحي، وبدأ من وزارة الصحة بنشر توعية لهالموضوع. لهيك لازم تشاركوا هذا المقطع على كل العالم، خليه اليوم يعني توعى. وكل حدا بتعرفوه عم يطلع على الشمال أو طلع على الشمال ورجع، سواء كان مخطوف أو مسجون أو معتقل، لازم يعمل فحص تحليل دم. رجاء انشروا مقطع الفيديو. أي أوبر طبية، أو شفرات حلاقة، أو أي شغلة إلها علاقة بنقل الدم من مناطق الشمال السوري ومناطق النظام السابق أيضا، لأنه المرض منتشر أيضا في دمشق ومنتشر في المحافظات الثانية بعد ما سألنا عن الموضوع. فأناشد الإدارة الذاتية والأخوان في حلب أيضا، أشرفية والشيخ مقصود، أنه ما بيستوردوا أو يجيبوا من هناك أي أوبر طبية نهائيا، شفرات حلاقة، معدات طبية إلها علاقة بنقل الدم أو الجروح أو أي شيء نهائيا. كمان أناشد كمان الأخوة اللي موجودين في الشمال السوري أيضا التأكد من الحلاقين. الحلاقين هي أخطر طريقة لنقل الإيدز ما بين الناس، وهو السبب الرئيسي لنقل الإيدز، إنه بيروحوا على الحلاقين، والحلاقين يوفر الشفرة اللي بيظبط فيها
الرقبة ويظبط فيها الزوانف ويظبط فيها هاي، هذا أكبر ناقل لمرض الإيدز والفيروسات، سواء كان مرض التهاب الكبد الوبائي B أو C، أو حتى أيضا فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وهو منتشر بشكل كبير. وأنا أعتقد أن وسيلة الانتشار السريعة جدا عدا مسائل الجنس وغيرها وغيرها هي شفرات العلاقة تبعية الحلاقين. شفرات العلاقة هي أكبر مصيبة فعلا، لأنه الحلاق بيحاول يوفر الشفرات، فبيقوم بإعادة الشفرة مرة تانية، وبيقوم باستعمالها لأكثر من زبون، وهذا هو أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى انتشار المرض والفيروسات بشكل عام. لكن هذا المرض هو مرض خطير، وأصبحت معدلاته في سوريا عالية جدا. طيب، ندخل على المواضيع السياسية، لأنه هذا الموضوع موضوع هام أيضا للغاية. فندخل للمواضيع السياسية. حبيت أني يعني بس نشر توعية، وهذا أمر هام للغاية، لأنه الموضوع يعني مستفشي بشكل كبير جدا في الشمال السوري، وبدأ ينتشر في دمشق وغيرها أيضا. طبعا على وقت النظام أيضا حصلت على تقارير وقتها بزمانه أنه أيضا في وقت النظام كان نفس الحالة الصحية السيئة أيضا، أنه بدأ أنه مرض نقص المناعة المكتسب ينتشر بين الناس بشكل كبير، وخصوصا بين الذكور. لكن استنتجت أنا أنه أكبر سبب هو الانتشار هذا المرض مع المسائل الغير أخلاقية، طبعا في هذا كمان. لكن شفرة الحلاقين هي المصيبة العليا. شفرة الحلاقين اللي بيستخدموها الحلاقين بالذات، والأدوات الطبية أيضا، الأدوات الطبية الغير معقمة اللي يستعملوها بكثرة لنقص الموارد طبعا ونقص المعدات الطبية، فيؤدي إلى تلامس الدم من أي مريض كان، فهذا ينشر المرض بشكل أكبر. في بعض الأمور اللي لاحظتها من امبارح بشكل كبير، وخصوصا دائرة الحرب الخاصة التركية. يعني بنشوف في بعض اللي متأثرين بدائرة الحرب الخاصة التركية والمخابرات التركية، أنه بينشروا كثير من الإشاعات. يعني مثلا 10 أيام وقصد راح تحط سلاحها، وهلا فات منها 5 أيام أو 6 أيام. ما كنت حابب أعلق، بس عم بشوفه كثير عم يتداول لهذا الموضوع بين الأغبياء السياسيين طبعا، اللي منتشرين على المنصات كلياتهم. طبعا أنا بس بدي أقول لك شغلة واحدة، أنه بالكذب ما بتحقق انتصار، وبالترويج الأخبار الكاذبة أنت تفقد مصداقيتك. حقيقة تفقد مصداقيتك بترويج الأخبار الكاذبة. فبنشوف الأخبار الكاذبة تنتشر بكل مكان. قسد بدها تسلم سلاحها بعد 10 أيام. هم إيش؟ المخابرات التركية طبعا أوهمت بعض القادة التركمان اللي موجود عندهم، هذول الكراغلة اللي هم أساسا بلا أصل ولا فصل، واللي هم عالة على سوريا حتى حقيقة، وتركوا مهنهم اللي كانوا يمتهنوها، وهي مهنة الرقص والدق على الطبول، النور، الحجيات وغيرها. والآن أصبحوا قادة، والآن أصبحوا قادة حثالة القوم، أصبحوا أسيادهم للأسف الشديد. هم أصبحوا أسياد السوركيين اللي موجودين في الشمال السوري للأسف الشديد. يعني حثالة القوم أصبحوا أسيادها. فهذه من مهازل الدهر اللي نحن فيه حاليا، أن الأشراف يصبحون عبيد، وشرذمة المجتمع يصبحون في قادة. وحقيقة لأنه العرب هم أسياد، نعم
عرب هم أسياد، لكن للأسف الشديد أنه حثالة القوم يسيدون العرب. هذا أمر يعني مؤلم جدا للحقيقة. فنحن بنشوف هؤلاء حثالة القوم كانوا الآن كيف يقومون بنشر الإشاعات لصالح المخابرات التركية. طبعا هم لا يعلمون لا هي طبيعة قسد، ولا يعلمون شو هو نوع السلاح اللي موجود عند قسد، ولا يعلمون التوافقات الدولية نهائيا، لكن يظنون بأنهم يفقهون في السياسة فيروجون لهذه الأخبار ويتناقلها أخواننا العرب الغشم. بدي أقول هنا، بدي أقولها الغشم طبعا. فبس السؤال المنطقي لأي إنسان عاقل في العالم كلياته، أسلحة متطورة جدا حصلت عليها قسد، وأنا بقولها بكل وضوح، نعم حصلت على أسلحة متطورة جدا حاليا يمكن دول ما عندها مثل قسد. هل سيسمح الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين ودول العالم كلياته التحالف اللي قدمت هاي الأسلحة كلياتها لقسد تسليمها إلى جماعات ذات خلفية جهادية وما تحلم دول أن تحصل على هذا السلاح؟ يعني أبو الماطور والبسكليت اللي اجته أوامر من بريطانيا روح الشام الطريق سالك، بده يجي يسلمهم أسلحة قسد؟ يعني شوية منطقية بالعقل. طبعا الأخوة ما بيعرفوا طبيعة الكردي. حتى الكردي حتى لو ما كان عنده سلاح، لو قاتل يقاتل بسكين تبع مطبخ وما يرمي سلاحه، سكين تبع مطبخ. ما بيعرفوا الطبيعة هاي. مع أنه كتب التاريخ، لو راجعتوا كتب التاريخ اللي موجودة بالأرشيف العثماني وقبلها أيضا بالدولة الأيوبية والدولة الزنكية، الدولة الزنكية والدولة الأيوبية والدولة السلجوقية والدولة المروانية، وترجع للتاريخ إلى الدولة العباسية والعصر الأموي، موجود في كتب التاريخ عند ابن كثير وكذا عن بطولة الكرد، عن بطولة الكرد اللي لا يمكن أن تقهره بالسلاح. أنت الكردي تقدر تقهره بالسياسة، نعم، تضحك عليه، تمرق رسائل، تتفق معاه لأنه طيب، ينضحك عليه، بيقول له الدولة الإسلامية، وبتقول له نحن أخوات، بتقول له ما في فرق بيناتنا، احنا أصحاب دين واحد. ممكن تضحك عليه بالطريقة هاي، نعم، لكن انك تضحك عليه وجايينك وبالسلاح وبكذا. أنا اليوم سألت أحد القادة الكرد، وأنا ما عندي علاقات مع القادة الكرد بصراحة بقول لكم، لكن صدفة حصل أنه أحد الناس اللي بعرفهم وأنا قاعد عنده اتصل مع أحد القادة، فسألته سؤال دائما ينذكر على المنصات، صار له كم يوم بيروجوا فيه. فسألته سؤال بسيط جدا، قلت له أخي لا بس السؤال عندي إياه بصراحة عم بشوف الناس بتسأله كتير، خصوصا أخواننا العرب والتركمان وبيروجوها، أنتوا ليش عم تحفروا خنادق؟ بس بدي أعرف ليش عم تحفروا خنادق؟ وطيب إذا أنتوا عم تجهزوا حالكم للحرب هذا يعني وكذا، يعني وإذا في سلام وتوقيع وكذا، فليش أنتوا عم تحملوا تحفروا خنادق؟ قال لي الأمر بسيط للغاية. نحن في تجربتنا في 6 تشرين، لما مثل ما قال السيد أحمد الشرع أنه في كتائب غير منضبطة فبتهجم هاي الكتائب وعندها قوة عسكرية، فالمشكلتهم أنه لما بيهجموا بيتركوا جثثهم وراهم، ما بيهتموا بجثث قتلاهم، فبتضل بساحة المعركة ساعات، أيام وساعات طويلة جدا وشهور وما بيشيلوا هاي الجثث، فهي بتطلع ريحتها. قلت له نعم، قال لي نعم تطلع ريحتها كتير، وبعدين بتأذي مقاتليننا اللي موجودين بساحة المعركة، فنحن حفرنا هاي كلياتها فعم نجهز قبورهم، يعني تحسبا إذا كان في داعش بده يهجم علينا أو بده يهجم علينا الكتائب الغير منضبطة السوركية أو بعض الكتائب اللي ما بيكون قرارها من السيد أحمد الشرع مثلا،
وتحولت عن الخط وبدها تهجم علينا، ونحن نعرف أنه في قوى دولية بتدفع أنه هؤلاء يقومون بمناوشات، فلذلك نحن حفرنا قبورهم قبل ما يجوا. قلت له والله ممتاز، والله أقنعتني بالفكرة هاي. فحفر الخنادق اللي عم بيحفروها سواء بكل مكان وهاي هي عبارة عن قبور لهم، في حال هجموا تكون قبورهم جاهزة مشان ما يتعبوا بساحة المعركة، بيحفروا الخنادق وكذا وبيرموا فيها جثث وبيردموها وهم بنص المعركة. كلام منطقي يعني، ما حدا عنده وقت، ما حدا عنده وقت لهذا الشيء. فهذا هو الجواب لهاي الأسئلة اللي بتنطرح باللايفات وكذا وهاي، وأنا نقلت السؤال هذا فجاني هذا الجواب. فأتمنى من كل الأخوة تحفظ هذا الجواب. فإذا سئلت إنه عم تحفروا خنادق، قولوا نعم عم نحفر قبوركم ونجهزها، لأنه أنتم لما تجوا ما عندكم أخلاقيات المعركة، على الأقل اسحبوا جثث قتلاكم، يعني اللي عم بيموتوا، الفطائس اللي عم بتموت ب6 تشرين وبغيرها هي كلياتها أساسا أصبحت أوبئة. وبعد ما انسحبوا وكذا وهاي قامت قوات سوريا الديمقراطية والأهالي بدفن هؤلاء كلياتهم، لأنه بتسوي أمراض، ما بدهم جثثهم، ما بياخذوها. فهاي المصيبة، لأنه رخيص عند التركي، جثة هؤلاء المرتزقة رخيص عند التركي. فللأسف الشديد مضطرين يحفروا هاي الخنادق، القبور الجاهزة لحتى يدفنوهم فيها. تصريحات حصلت كثير من امبارحة إلى اليوم من الدول الأوروبية، من وزير الخارجية الأمريكي، من الكونغرس الأمريكي، من تركيا، من الدول كلها بما يخص سوريا، لدرجة أنك أنت ما بقى تلحق تشوف أخبار وتصريحات حقيقة. فإذا أنت بس بدك تفرغ حالك من امبارح إلى اليوم أنك تسمع بس تتابع الأخبار كلها، رح تلاقي بآلاف، يعني حتى من الصين عم يتحدثون في سوريا، ومذكرة تفاهم واقتصادية ومع غيره كلام كلياته يصدق. وأنا ما بهتم بوكالات الأخبار مثل ما قلت لكم، ولا حتى أيضا وثائق التفاهم. هاي وثائق تفاهم كلياتها، لأنه حكومة غير شرعية اللي هي موجودة في دمشق ما بيحق لها التوقيع إلا على مذكرات تفاهم. هلا هون بدي أوجه رسالة لأخواننا في الساحل، ورسالة هامة للغاية، لأنه شفت بعض الرؤوس المربعة عندهم كمان تهجموا علي لأنه جبت سيرة حافظ الأسد. وهاي الشعوب العربية المشكلتها أنه تتمسك بالأموات، يعني ما خلصنا من أيتام صدام حسين طلع لنا أيتام حافظ الأسد. وهاي الطريقة راح تضركم يا أخواننا في الساحل. حافظ الأسد ما هو شيء تفتخرون فيه، هو قائد حزب قومي اللي اسمه حزب البعث، وصدام حسين قاد حزب قومي أيضا، حزب البعث اليميني، وانشقوا عن بعض، فوحدة فردة يمين ووحدة فردة شمال. فلا تصوروا الأموات على أنهم منقذين لكم، واتركوا هاي التفكير العقلي، لأنه راح يضركم ما راح يفيدكم. لبعض اخواننا في الساحل اللي بيكتبوا لي على اليوتيوب ما بيصير، حافظ الأسد ما باع، حافظ الأسد باع وباع الجولان وقتها. فقط يكفي انه هو ما طالب بالجولان لما كان رئيس لسوريا إلى أن توفى، ما طالب فيها بالمحافل الدولية ولا راح على محكمة دولية، مع أنه سوريا دولة عضو في الأمم المتحدة ويحق لها المطالبة بالبند السابع واسترجاع أراضي تم احتلالها في حرب من دولة عضو في الأمم المتحدة. لكن حافظ الأسد عمل اتفاقية سرية معهم. شو كان نص الاتفاقية؟ انه انا ما بطالب فيها، خلوكم مثل ما انتم، انا مثل ما انا، مشان ما اطلع خائن امام الامة العربية وبده يطلع هو المدافع عن القضية الفلسطينية كلياتها، وقبض 100 مليون دولار على هذا الكلام مقابل عدم المطالبة بالجولان، ما وقع اتفاقية سلام. فهمتوها يا اخواني في الساحل؟ وانا ذكرت هذا الحديث، ما ذكرت انه حافظ الاسد تنازل عن الجولان وراح مثلا وقع اتفاقيه سلام. لا، حافظ الاسد ما وقع اتفاقيه السلام الى عام 1992 لما كان هو في جنيف
وكان يحاور وقتها شمعون بيريز برعاية كلينتون، تتذكروا لما وقع من الدرج وأغمى عليه، وكانت حادثة شهيرة جدا. فقاموا الإسرائيليين، دخل على التواليت بعدها، قاموا الإسرائيليين بتحليل الدم عنده، فظهر عنده سرطان الدم في البول، وأعلنت إسرائيل وقتها أنه عنده سرطان الدم. وفشلت الاتفاقيات على تفاصيل بسيطة جدا. مين اللي فشل الاتفاقية عام 1992؟ روسيا اللي فشلت الاتفاقية وطلبت من حافظ الأسد الانسحاب، فتحجج بأجهزة الإنذار المبكر، لأنه الإسرائيليين فرضوا أنه نحن نفضي الجولان ونوقع معك اتفاقية سلام، بس بشرط تكون منطقة عازلة نحط فيها أجهزة إنذار مبكر مشان ما حدا من الأطراف الأخرى يعتدي على الآخر. فلقاها حج حافظ الأسد وانسحب من اتفاقيات جنيف عام 1992. ولو كان قبلان كان إسرائيل رجعت الجولان وقتها، مثل ما حصل أيضا في 67 لما إسرائيل عارضت إعادة القدس الشرقية وكل الأراضي اللي احتلتها بعد 67 إلى العرب مقابل توقيع اتفاقية سلام والاعتراف بإسرائيل، وما رضيوا العرب وقتها وتندموا عليها كتير بعدين. هلا راحت القدس وراحت غزة وراحت فلسطين وراح الجولان وراح يروح سيناء، وما وافقوا العرب على الاتفاقيات. هنا أنا ما بروج للاتفاقيات ولا كذا، لأنه هذا التاريخ راح وانتهى هذا الموضوع. لكن أنا بقول لكم بكل وضوح، إذا أنتم تصرفتوا مثل سنة العراق اللي يتباكون على صدام حسين إلى الآن ويظنون أنه صدام حسين راح يطلع من القبر ويرجع يستلم حكم العراق، فراح تستنوا حافظ الأسد كتير. إخواننا في الساحل، فكروا في المستقبل، لا تفكروا بالماضي، لأنه راح يضركم كتير. وحافظ الأسد ما فاتكم بشيء، فات كم عائلة موجودة أنه أولادهم صاروا ضباط وكذا، وبدهم هلا يروجوا انه والله حافظ الاسد كان كتير انساني. حافظ الاسد بالنسبه لنا ككرد كان اكبر مجرم، هو اللي عرب مناطق الكرد كلياتها، هو اللي زج بابنائنا في السجون، هو اللي كل عيد نيروز كان يقتل منا 4 أو 5 جهاز الامن تبعه، هو اللي كان اسوا رئيس يمر على سوريا بتاريخه. وكان للاخوه العرب نفس الشيء ايضا، هنا نحن متفقين على هذا. والله قضية فلسطين وما فلسطين وكذا، وانتو يعني لسه بنفس التفكير. اساسا انتو اغلبيتكم اصولكم مو عربية حقيقة. اذا رحتوا فحصتوا DNA وطلعتوا انتو عندكم اكثر من 2% التحور الجيني العربي، اكتبوا لي، لانه التحور الجيني تبعكم اللي انا اعرفهم اللي موجودين في اوروبا كلهم هربوا من سوريا، من اللاذقية ومن طرطوس ومن جبلة ومن بانياس وكذا، وعملوا فحوصات هنا ما طلعوا هم أصولهم عرب ولا لهم علاقة بالقومية العربية. فأنتوا إيش تدافعوا؟ على إيش تدافعوا يعني مثلا؟ وأنا مستعد أثبت هذا الشيء إثبات أمام العالم كلياته وعلى حسابي الشخصي ونفقتي. 10 من العلويين فقط يعملوا فحص DNA، إن خرجوا بأصول عربية سأعتزل الحياة، مو السياسة، الحياة كلياتها. فأتمنى أن تكون هاي الرسالة وصلتكم، لأنه والله لصالحكم. فكروا بالمستقبل القادم، هل أنتم قادرين أنه تعيشوا مع هؤلاء الراديكاليين اللي إجوا؟ لأنه شوف، مرحلة التطهير العرقي قادمة في سوريا، وهم أساسا بتدفشهم هؤلاء الدول العالمية لمسألة التطهير العرقي. مو بس أنتم المستهدفين، لا، نحن والكرد أيضا نحن مستهدفين في مسألة التطهير العرقي. يعني هلا بقول لكم إياه، إذا تصرفنا بغباء، وهاي الرسالة لقادتنا الموجودين بأي شكل من الأشكال، بتسليم سلاح أو غيره، هذا غير وارد أبدا، هذا كلام، لكن إحنا نحطه ما بعد 0%، يعني 0%، هذا بس نحطه ما بعد 0%، حتى بالناقص 1.
هؤلاء سيهجمون علينا غدا ويعملوا تطهير عرقي غدا. وأنا بذكركم بمراحل التطهير العرقي اللي حصلت في دول كثيرة في العالم. رواندا، البوسنة والهرسك، تذكروها. ما حطوا سلاح، أنا عم بقول لكم على هدول اللي حطوا سلاح. سلموا الصرب سلاحهم، فقاموا الصرب بعد تسليم السلاح في البوسنة والهرسك بمرحلة تطهير عرقي. كوسوفو كمان نفس الشيء، الصرب هم اللي كانوا يملكون السلاح وفرضوا على كوسوفو أنه يحطوا سلاحهم بعدين نعمل حكم ذاتي وهي، فقاموا بتطهير عرقي. الكروات ما سلموا سلاحهم، الكروات طلعوا أذكى، ما سلموا سلاحهم فقاوموا الصرب، بيناتهم صار حرب وقاوموا كتير، فما حصل مجازر كتير ما بين الصرب والكروات. الشيشان. وآخر دولة بعطيكم إياها كمثال، أوكرانيا عندما استقلت من الاتحاد السوفيتي كانت تملك ما يعادل ثلث الأسلحة النووية السوفيتية وكان من حقها. فضحكوا على الكروات الدول العالمية كلها انه حطي سلاحك وسلمي سلاحك ونحن ندعم اقتصادك ونقدم لك كذا، ولا ما بقى في حروب وما بقى في هذه الأمور. لو الأوكران يملكون السلاح النووي والإرث السوفيتي من وقتها لما تجرأت روسيا لمهاجمة أوكرانيا الآن. لما تجرأت أبدا روسيا أنه تهاجم أوكرانيا، لكن بعد ما شلحوها السلاح النووي وشلحوها صواريخ البالستية بعيدة المدى اللي توصل إلى كل الأراضي الروسية وقلموا أظافرها بشكل كامل، وبعدها بسنوات روسيا تهاجم أوكرانيا بكل أريحية. فخذوا العبر من التاريخ، وأنتم أخطأتم خطأ فادح بأنه سلمتوا السلاح ووثقتم بنظام بشار وحافظ الأسد اللي ترككم وهرب بتليفون من بريطانيا، بتليفون واحد من بريطانيا ومن أمريكا. خلص شغلك، خلع. كل من يظن بأنه الرئيس اللي بيحكم في الدول العربية ويجي على سدة الحكم ما بيكون عميل للمخابرات الغربية بيكون واهم. حتى أحمد الشرع هذا نفسه ما كان سلموه، وحافظ الأسد لو لم يكن عميل ما سلموا، واللي من قبله لو لم يكن عميل ما سلموا، ورأس العملاء كلياتهم هو عبد الناصر، مشان تعرفوا. لكن قلب عليهم صدام حسين العميل الأول للمخابرات البريطانية والأمريكية، وقلب عليهم. وشفتوا شو صار مصيره. قذافي، مين الدعم القذافي ضد الملك؟ قام بثورة الفاتح القذافي، وكان السنوسي، نعم السنوسي، شكرا ذكرتني فيه، الملك السنوسي اللي دعم القذافي فرنسا وإيطاليا ضد الملك السنوسي. ما في رئيس عربي استلم الحكم إلا وكان عميل غربي أبدا. حتى أحمد الشرع اليوم بكل وضوح، صحيفة الاندبندنت طبعا كلام انه احمد الشرع رجل بريطاني انتم تعرفوه من 3 سنين. انا حكي هذا الموضوع مفصل فيه تفصيل بحلقات طويلة جدا، يعني مو موضوع والله حكيت لي جملة ومشيت، لا، عملت اكثر من محاضرة، وشرحت لكم بكل تفاصيله انه هذا الرجل هو عبارة عن عميل بريطاني، الى ان طلع فورد وفضحوا بالفيديو اللي نشرناه والآن انتشر بشكل كبير جدا. خرج وزير خارجيته الشيباني وكذب كذبة هائلة، وقال لك انه لا، هو كان مؤتمر لحتى نفرجي العالم التطور في إدلب. شو في تطور في إدلب؟ هذول وهم، ما فيش كان في إدلب نهائيا. اليوم صحيفة الاندبندنت تنشر خبر صادم، صحيفة الاندبندنت تنشر خبر وتقول لك اسم كان عميل مين بالضبط. ايضا الاندبندنت العربية وراجعوها،
المنظمة البريطانية التي ساعدت بتأهيل الرئيس السوري أحمد الشرع هي منظمة أنتر ميدت، تعمل الاستخبارات البريطانية ومقرها لندن. مؤسس هذه المنظمة مستشار الأمن القومي لبريطانيا حاليا اللي هو مستشار الأمن القومي البريطاني هو اللي كان مشرف على أحمد الشرع. كان هذا المستشار الأمن القومي البريطاني هو اللي مشرف على أحمد الشرع شخصيا. طبعا أنا حكيت لكم أنه أحمد الشرع لما كان معتقل في بغداد تم تجنيده من المخابرات البريطانية، لما كان معتقل في بغداد ونقلوه بعدين ما بعرف لوين وبعدين طلعوه من السجن بعد تجنيده وعمل مع التنظيمات الإرهابية. ما وثق فيه أبو مصعب الزرقاوي على فكرة، ما وثق فيه أبو مصعب الزرقاوي ولا لحظة، كان يشك فيه بكتير إلى أن قتل أبو مصعب الزرقاوي. لما قتل أبو مصعب الزرقاوي هذا قرب حاله من أبو بكر البغدادي وأصبح ذراعه اليمين في العراق. طبعا من مصلحة الأمريكيين والبريطانيين عدم اغتيال أبو بكر البغدادي، لأنه في مشروع راح استكمله بالقسم اللي راح أتحدث فيه عن العراق بعد شوي في الجزء الثالث مثل ما قلت لكم. فهو عبارة عن عميل بريطاني وجابوه للحكم الآن، وراح يشوفوا هل قادر هو القضاء على كل التنظيمات الإرهابية والراديكالية اللي موجودة أيضا. طبعا هو سلم أغلب إحداثيات قادة تنظيم القاعدة اللي كانوا موجودين معاه، يعني كل القادة تبعيد تنظيم القاعدة اللي موجودين كانوا معاه قتلوا على يد أبو محمد الجولاني اللي أعطى إحداثياتهم إلى التحالف الدولي. وعلى فكرة مشان تعرفوا صلة الوصل ما بينه وما بين التحالف الدولي بالفترة اللي كان موجود فيها إدلب كانت كتير مع قسد، عن طريق قسد كان هو يتواصل مع قسد وضباط التحالف الدولي اللي موجودين، إلى أن دخل التحالف الدولي إلى إدلب بقيادة بريطانيا. تتذكروا قضية الطيارات وتدريبها اللي حكيت لكم عنها، أنه أوكرانيين دخلوا إلى إدلب، تتذكروها؟ هاي القصة حكيتها بشكل واضح وصريح، وحكيت مفصلا أنه هناك وفد أوكراني وضباط أوكرانيين وبيقوموا بتدريب بعض عناصر الهيئة على الطيارات المسيرة، وهذا كان قبل سنتين تقريبا من الآن وبتفاصيلها. وتحدثت لكم أيضا نقل الجولاني إلى باريس بطيارة خاصة من تركيا، نقلوه بطيارة خاصة إلى باريس، وحكيت هذا قبل 6 أو 7 أشهر من سقوط نظام بشار الأسد. يعني ما هو موضوع يوم أو يومين أو 3 أو كذا، أنا على مدار سنتين عم بشرح لكم هذا الموضوع. طبعا الآن جولاني وصل للسلطة ومبتغاه، لكن هل هو قادر على أنه يكمل المشروع الغربي اللي مطلوب منه؟ طبعا هون الأخوة العرب اللي موجودين هبل ما بيهمهم، مو مشكلة يكون عميل، مو مشكلة يكون شو ما يكون المهم انه عربي سني. هاي النقطة اللي مهمة بالنسبة لهم. راح بشار العلوي اجاهم ابو احمد الشرع السني، شو ما يكون ما في مشكلة. والله بده يوقع مع اسرائيل عادي، هذا عربي سني يحق له. بده يوقع مع امريكا عادي، عربي سني هذا يحق له. بده يتنازل عن الجولان كمان ما عندهم مشكله. بده يتنازل عن السويداء والقنيطره وكذا كمان ما عندهم مشكله. وعلى فكره تنازل عن شرق الفرات. اخواننا يلي مصدعين حالكم الديريه والرقاويه واللي 24 ساعه جايينكم ترى احمد الشرع باعكم شرق الفرات وبترولها وكذا، باعوا كل لامريكا بكل وضوح اقول لكم اياه. وقريبا راح تشوفوا بالاعلام كلياته توقيع شركات امريكيه على بترول اللي موجود في شرق الفرات.
اساسا في غرب الفرات ما في بترول كتير كتير، يعني بده لسه تنقيب وبده كذا وبده بحث وامور وكذا. اما في شرق الفرات باعها احمد الشرع كلياتها، باعها لترامب، بس مو يسلم قسد مثل ما يوهمكم هو انه والله انا بعتها لامريكا مقابل انه مثلا قسد تحط سلاحها، وهي بتكونوا انتم وهمانين ومضحوك عليكم كثير، وفعلا مضحوك عليكم كثير. احمد الشرع باع شرق الفرات بارضها وكل شيء فيها، لا قسد حقيقه. قريبا راح تشوفوا كمان دمج قوات قسد مع وزاره الدفاع، راح تشوفوها هاي. هذا اللي بيقول لك 10 أيام قسد راح تحط سلاحها، لا حبيبي مو راح تحط سلاحها. 10 أيام مثل ما قلت أنت، باقي 5 أيام منها ستكون قوات قسد تابعة لوزارة الدفاع. بس اسألوني ليش؟ شو يعني تابعة لوزارة الدفاع؟ هي راح تكون شكليا تابعة لوزارة الدفاع، لأنه أحمد الشرع سوف يستخدم قوات قسد لضرب بعض القوى الأخرى اللي موجودة اللي راح تطلب أمريكا منه. فلذلك راح تكون بغطاء من وزارة الدفاع، يعني قوات الجيش السوري أو الجيش العربي السوري مثل ما بتسموه أنتم. بدها تروح وبدها تساعده في مناطق وكذا وهاي، وبده يحاربوا الرايات السود والكتائب الراديكالية الموجودة. فهي شرعنة لقوات قسد وكذا، انه خلاص هم صاروا ضمن الجيش السوري. طبعا هؤلاء المطبلين اللي موجودين بالصفحات كلياتهم راح تشوفوا يطبلوا لقسد وقتها، لانه هذول مين بيركبهم؟ بيمشوا. هذول شايفينهم على اللايفات والاساتذه وكذا ورفع العقوبات وكذا، استاذ عمدنان، استاذ عمار، استاذ كذا، كلهم هذول اساتذه تشيلهم تحطهم بكيس الزباله وترميهم، لانه مو فاهمانين شيء خالص من اللي عم بيجري لا دوليا ولا على الساحه السوريه. الشرع مشروع، احمد الشرع هو مشروع، وهذا المشروع يجب ان يتم حقيقه. احمد الشرع ما لا عربي ولا سني ولا بطيخ مبسمر، هو مثله مثل كل البريطانيين والامريكيين واليهود اللي عملوا حالهم شيوخ اسلام ايضا ودخلوا على الامه الاسلاميه كل كثير. مثله مثل هؤلاء، هو عنده مشروع بده يطبقه، وسلامة بده يستلم حكم لفتره معينه فقط. ما نجح بده ينشال، يا يغتال يا يغتالوه يا يشيلوه يا يخللوه يا يكسدوه يا يبعتوه. مشان تعرفوا هذا، مشان تفتحوا مخكم على الكلام اللي انا بقوله. وعم نشوف اللي بيحصل الان. طبعا احمد الشرع كمان عم بيلعب كتير، يعني عم بيلعب مع الامريكيين والبريطانيين، حتى صدقا بيكذب على الكل. يعني بيروح لعند الاتراك بيكذب عليهم، بيروح لعند السعوديه بيكذب عليهم، بيروح مع البريطانيين مع هؤلاء مع هؤلاء، لانه الموقف صعب اساسا، صعب كتير. يعني اللي حطوا حاله فيه صعب كتير، ما بيقدر ينفذ اللي المطلوب منه، فلذلك مضطر انه يكذب. فبنشوف حاليا شو بيسووا جماعة الهيئة، بيمثلوا تمثيل، فبيضربوا هون بيضربوا هونيك وبيحاربوا هونيك بيحاربوا هونيك. هم نفسهم جماعة الهيئة، بس هو عبارة عن تبديل الملابس. لكن هاي الفيلم ما راح يمر لا على الإسرائيليين ولا الأمريكيين ولا الفرنسيين، لأنه هذا مدته قصيرة. كذبة هاي اللي بيسويها هو نفسه، حتى ما قادر يحارب الأجانب، صعب. فبما بيراوغ بالوقت، يراوغ بالوقت إلى حد معين لحتى أمريكا بتحصره وفرنسا بتحصره وبريطانيا بتحصره بالزاوية، انتهى الموضوع. فهي راح بده يجي يوقع مع قسد كل الاتفاقيات، لأنه ما قادر أنه كمان يفلت من حبل اللي رابطينه فيه السوريين والإخوان المسلمين واللي حواليه كلياتهم. صعب موقفه، والإسلاميين والجهاديين والأجانب، هذا كله صعب. فمو من الصعب انه انت تفلت منهم كلياتهم مباشرة تعمل، لازم يهيئوا الامور. فيحتاج كان الى 6 اشهر، مضت ال6 اشهر، يحتاج ايضا تقريبا 3 اشهر ثانية لحتى تبين الامور ويستطيع ان يتمكن اكثر. وانتم شايفين هؤلاء الاغبياء اللي عم بيطلعوا على اللايفات ويتحدثوا كانه سوريا اصبحت احد جنان الارض، ترى هذول كذابين كلياتهم. سوريا في مصيبة،
في مصيبة، لا توجد قرية أو بلدة سورية لا في الساحل ولا في الداخل ولا في حلب ولا في دمشق ولا في أي مكان فيها أمان. شفتوا تسجيل البريطاني امبارح اللي طلعت لكم إياه؟ أحد الأشخاص البريطانيين اللي بيسافر حول العالم كلياته، وهو عادة معروف يوتيوبر بيتابعوه الناس بالملايين، فقال لك أنا، هو بيروح دائما على المناطق الخطيرة والمناطق اللي موجود فيها يعني خطورة لحتى يجيب متابعين أكثر وكذا، فدخل على سوريا، دخل على الشام، قابله واحد من هيك شباب الصغار تبع الهيئة، قال له أنت شو عم تسوي هون؟ قال له ليش كذا؟ قال له البلد ما أنا آمنة. قال له نهائيا ما أنا آمنة. قال له لا ما أنا آمنة أبدا، أنت شو عم تسوي؟ في مصيبة. وأنا عادة ما بحكي بالمسائل الاجتماعية والمسائل هاي، بس أنا يعني أتفاجأ إنه عادة أنا ما بتابع اللايفات ولا بشوف حدا شو بيحكي، بس بتفاجأ بكمية النفاق اللي موجودة على الوسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء مغيبين، هؤلاء لا يملكون عقول، يعني يظنون انه سوريا خلاص وراح تنرفع فيها العقوبات بكل البساطة هاي وكل الامور راح تمشي. فأين أي أمان تتحدثون؟ كل يوم في 4 5 قتلى بكل مدينة بكل قرية، سرقة، الجوع، الاغتصابات، كل شيء كل شيء. كل يوم عدد الجثث اللي مقتولة اللي بيلاقوها، جثث اللي بيلاقوها ملقاة بحلب لوحدها كل يوم في 3 4 جثث. في حلب وحدها كل يوم في 3 4 جثث، غير التصفيات اللي عم بتصير. اليوم بالقصير كان حرب شوارع كانت بالقصير، بسبب انه في ثارات ما بين الناس اللي موجودة، وناس انتسبت الى الهيئة وعم تستغل سلطتها في الهيئة وعم بتقاتل الناس الثانية. فالبلد ذاهبة الى كارثة اللي تحدث فيها الوزير الخارجية. وبدنا نرجع للسياسة مرة أخرى.